بعد انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي السنه اللي فاتت، الامور بينهم كانت مستقره وكانوا بيتكلموا عن بعض بالخير دايما، وكذا مره يبارك لها العوضي على اعمالها. وبعدين كل ده اتغير فجاه وبدات المشاكل بينهم مؤخرا، وياسمين ما بقتش بتفوت اي فرصه للسخريه من العوضي والتقليل منه. فبعد مشاركتهم مع بعض في عدد من الأعمال الفنية زي مسلسل ضرب نار، كان دايما العوضي بيروج لأعماله مع ياسمين بجملة نجاح دباح كساح، ولحد دلوقتي بيستخدمها في الترويج لأعماله، وواضح إن ده زعل ياسمين. فمع انتهاء موسم دراما رمضان 2025 حصلت مشادة علنية بين ياسمين وأحمد العوضي، واتخانقوا على المسلسل اللي حقق المرتبة الأولى في المشاهدة. وبدأت الأزمة لما أعلنت منصة واتشت عن المسلسلات الأكثر مشاهدة، ونشرت تقرير رسمي بالترتيب النهائي للمسلسلات، وظهر فيه مسلسل فهد البطل رقم 1 ومسلسل تائب الحبيب رقم 3. وطبعا نشر العوضي التقرير ده على حسابه في فيسبوك، وعلق ألف حمد وشكر إخواتي العشق والحب نجاح كساح. وقال في بوست تاني فهد البطل وأقرب منافسيه على مؤشر البحث جوجل وتقرير المشاهدة للوكالات الإعلانية، وده اللي اعتبرته ياسمين سخرية من مسلسلها. فردت ياسمين بنشر فيديو ساخر من فيلم وإسلاماه، وعلقت أبويا أبويا الحصان يا أبويا أنا رقم 1 يا أبويا. وطبعا الجمهور فسر ده بأنه موجه للعوضي. فرجع العوضي تاني علشان يأكد تصدر مسلسله فهد البطل على مؤشر البحث جوجل، وتفوقه على مسلسلات تانية منها وتقابل حبيب لياسمين عبد العزيز. وياسمين برضو ما سكتتش لحد هنا، ورجعت ببوست بتقول فيه سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله ان ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن. احنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس مش نشارك في انحداره، والحقيقة ان عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف ويساند الفن الراقي المحترم بكل ثقة وحب. ودخل على الخط كمان المؤلف عمرو محمود ياسين، اللي قال سعيد بحصول مسلسلي وتقابل حبيب على المركز الثالث في قائمة واتشت، وده في حد ذاته إنجاز كبير نظرا لأن المشاهدة موزعة على منصتين شاهد وواتشت، فكان المسلسل بيتعرض على المنصتين وده يخليه يعادل المركز الأول من حيث عدد المشاهدين الكلي. فرح رد عليه محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل، وقال إن المسلسل متصدر المشاهدات على منصة واتشت وفيو، وحتى الإعلانات على المحطات بتأكد كده. واخو ياسمين عبد العزيز موقفش يتفرج، لكن دخل في الازمه هو كمان، وعلق وكتب قول زي ما تقول الافعال فضحها يا بيه. مؤشرات التقييم اللي طالعه نازله دي بتخلي الناس اللي وعيها قليل تتوه في انها تقفشك، بس الواعي كشفك وشايفك وعارفك، بس مش فاضيلك لان هو مركز في انجازاته اللي بيعملها علشان يحقق اهدافه. واهالينا علمونا بفطرتهم ان اغلب السم بيبقى في العسل. وأثارت التفاعلات دي تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسم المتابعين بين مؤيدين ومعارضين لكل طرف. يا ترى انتوا شفتوا اي مسلسل من الاتنين؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.